بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي حلاوة الباكستانية. مكونات الحلاوة هي خاشوقتين حليب نيدو، خاشوقة هيل، خاشوقة باكنج باودر كبيرة، هاي فانيليا ملعقة وسط، بيضتين، زيت نص كوب، شكر 3/4، قطية قشطة بوك، وهذا بعد ما يستوي حليب المكثف نصبها عليه. هسه احنا راح نسوي الشيرة. راح اخلي كوبين شكر، وهذا كوب، وهذا الثاني ماي. هنا نذوبها. أول مرة نار عالية وبعدين نهدئها بس تذوب. ونضيف لها شوية أو ليمونة أو ليمندوزي اللي هو جوهر الليمون اللي يسمونه بعض الدول العربية. هو هذا مثل السكر بس حامض يصير. يلا عيف الشيرة، خليها تفور تغلي، وإنه بعدين نوطي نارها ونخليها على 10 دقائق. هسه راح نبدي نكسر الشعرية وننعمها كلش. نكسرها بالايد. هسه هنا بيضتين بالخلاط اليدوي، ما يحتاج كهربائي، خلاط اليدوي. نخلطها، نجيب عليها هاي الفانيليا، وهذا 3/4 قلاص شكر، أي قياس تقيسين بيه صحيح هو يكون. قشطة بوك، علبة كاملة، علبة كاملة. نخلطها، جينا نخلطها، لازم يكون خلط مضبوط تتجانس مع بعض. هسه هذا البيض والفانيليا والشكر. هسه راح اضيف له الهيل، هاي ملعقة هيل، وهذا حليب بودرة ملعقتين اكل كبار، حليب نيدو، لان حليب النيدو النكهة مالته تختلف، يعني شكل الطيب. هسه نضيف الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا القوام مالتها. تدريجيا نضيف الشعرية، واخلي هاي ملعقة كبيرة باكنج باودر. هسه هاي خلي ملعقتين او 3 راشي او دهن بكيفكم بعد.
حسب الرغبة، بس الراشي يعطي نكهة وطعم غير شكل هسه أنا راح أدهن وأشوف إذا يحتاج بعد أضيف هنا. صبينا هسه جهز. هنا أنا خلطته وصبيته ودهنت القالب. راح أدخله بالفرن. درجة الفرن الحرارة من فوق ومن جوا 180. مدة الاستواء 20 دقيقة. هسه هنا جهزت عندنا الحلاوة، جاي نقطعها حتى على مود تدخل الشيرة والحليب المكثف بداخلها ويتغلغل بيها وتشرب يعني الحلا بيها مضبوط. هسه قصيناها وكملناها. هسه صبينا الشيرة عليها. هسه نصب الشيرة عليها بس ما تكثرولها. وهسه النوب صبينا الحليب المكثف على وجهها حتى يشربها، وإذا امتص النوب نزينها إن شاء الله. جهزنا من الحليب المكثف، نزينها بالفستق الحلبي. زيناها وكملت. وألف عافية، ولا تنسون الاشتراك بقناتنا وتدعمونا باللايك وسبسكرايب وشير، ونلتقي معاكم بأقرب وقت.